السلام عليكم. قبل ما نبلش بهذا الفيديو اكو مقارنة او موضوع جدا بسيط. الدولة اللي ينضرب فيها الامثال من ناحية التطور والعمران اليوم شوارعها غارقة من الفيضانات، وهاي بسبب هطول امطار غزيرة. وهذا احنا بالعراق كل ما تمطر وتغرق شوارعنا نقول دي شوفوا دبي. هاك تفضل وشوف دبي وشوف شوارعها الان. يعني هذا إن دل يدل على أن الأمر طبيعي بعد هطول الأمطار الغزيرة نشاهد فيضانات وسيول في كل دول العالم وحتى الدول الأكثر تطورا في العالم. ونرجع لموضوعنا. شهدت دولة الإمارات فجر الجمعة هطول الأمطار على عدد من المناطق وسط توقعات من إدارة الأرصاد الجوية بأن تستمر الأمطار الرعدية إلى يوم السبت، وستكون ما بين خفيفة إلى متوسطة، ومن الممكن أن تصاحبها سرعة في الرياح التي تثير الأتربة والغبار وتؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية. وأفاد مركز الوطني للأرصاد بأن الأمطار الغزيرة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي تركزت على ناهل وسويحان والعين والخزنة وغيرها من المدن الإمارة. كما هطلت الأمطار على مناطق داخل عجمان والفجيرة والشارقة وأم القيوين، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة. ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم بما يبشر بمزيد من الأمطار. خلينا نشاهد أنا وياكم شوارع دبي والشارقة والفيضانات، ولكم التعليق ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، واشوفكم بفيديو جديد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوارع دبي بعد الامطار الغزيره. اي ما شاء الله امطار غزيره، اللهم لك الحمد. امطار غزيره غرقت الشوارع ما شاء الله تبارك الرحمن. من شدة الأمطار الشوارع فاضت. شوفوا ما شاء الله. أمطار غزيرة اللهم لك الحمد. دبي شوف الشوارع فاضت. يا سلام يا سلام. شوف الشوارع فاضت من شدة الأمطار. كم نصحنا وكم تكلمنا وقلنا لا تعقون عماركم وديان، وادي خضير بعد هذا شعبه منه. الله تبارك الله. الوديان حاضرة في الفجيرة.
طبعا هذا الجسر من ايام الاستعمار البريطاني، الجسر هذا ولحد الان موجود. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يا وديان. شوفوا من هناك حاضر من علي بل، تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. المناظر الجميلة تبارك الله ما شاء الله.